بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الزملكاوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم الإعلان بصورة رسمية عن إقامة قمة نهائي الكأس عن نسخة الموسم الماضي ما بين الزمالك والأهلي يوم 8 مارس على أراضي المملكة العربية السعودية. مش ده المهم، المهم إنهم قرروا إن التحكيم بتاع المباراة هيكون مصري، والكارثة إن الحكم الأقرب لإدارة المباراة هو الحكم أمين عمر. أمين مش مقتنع، فاكرينه؟ السؤال هنا لحضراتكم، مجلس إدارة الزمالك كده ولا كده هيقدم طلب باستخدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة حتى لو سعودي، والزمالك ما عندوش أزمة في الجزئية دي. أما بالنسبة للأهلي فالعلم عند الله، رد فعلهم هيكون إيه على أمين عمر. دلوقتي لو اتحاد الكورة ولجنة الحكام أصروا على حكم مصري، إيه يكون رد فعل الزمالك؟ هل يسجل اعتراضه على طاقم التحكيم المصري ويروح يلعب المباراة بصورة طبيعية، ولا رد الفعل يكون أقوى وأقصى من كده؟ أحب أعرف آرائكم في الجزئية دي. بيان رسمي من اتحاد الكرة عن مباراة القمة. أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان مشترك مع الاتحاد السعودي والشركة المتحدة، تم الإعلان فيه عن إقامة مباراة نهائي كأس مصر ما بين القطبين الزمالك والأهلي في السعودية. المباراة التي أصبحت رسميا 8 مارس القادم على أراضي المملكة العربية السعودية واستاد الأول بارك. هذا الأمر الذي تم الإعلان عنه من قبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن استضافة المملكة لمباراة نهائي كأس مصر ما بين القطبين. بعيدا طبعا عن باقي الدباجة بتاعة البيان، هو أنا بس عايز أتكلم مع السيد وليد الفراج الإعلامي السعودي، واللي كان اتكلم إن الدوري السعودي دوري فظيع مريع ملوش مثيل بكمية النجوم الكبيرة اللي موجودة. شوف سيادتك بقى ماتش زمالك وأهلي في كاس مصر نسخة الموسم الماضي، حتى مش نسخة الموسم ده، والمملكة العربية السعودية هتدفع مبلغ يقارب 3 مليون دولار عشان تستضيف هذا الحدث، عشان تعرف بس مين اللي قيمة فعلا. اتفاق محتمل ما بين القطبين. كشف الإعلامي محمد فاروق عن اتفاق ما بين إدارتي الزمالك والأهلي وتواصل تم بينهما بشأن مباراة نهائي كأس مصر. محمد فاروق عبر حسابه على الفيسبوك تحدث قائلا: محادثات ما بين إدارتي الأهلي والزمالك من أجل الاتفاق على مطالبة اتحاد الكرة بحصولهم على 75% من عائد مباراة نهائي كأس مصر من أجل الموافقة على خوضها في السعودية. زي ما كلمت حضراتكم في الفيديو اللي فات إن الزمالك فيه احتمالية كبيرة جدا إنه يطالب بتحكيم أجنبي لمباراة القمة القادمة في نهائي كأس مصر. تحدثت تقارير إعلامية عن تفكير داخل نادي الزمالك بشأن مباراة نهائي كأس مصر. التقارير أشارت إلى أن جهاز الكرة في نادي الزمالك بيدرس التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب حكام أجانب لتلك المباراة، حيث يرغب نادي الزمالك في تواجد الحكم الأجنبي خلال المباراة من أجل رفع الضغوطات عن الحكام المصريين خلال تلك المباراة، إلى جانب ضمان حيادية التحكيم في ظل الأجواء القوية والجماهيرية التي سوف تصاحب اللقاء. هناك تصريحات سابقة للبرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام برفض التحكيم الأجنبي خلال المباريات طوال الموسم بما فيها مباريات القطبين الزمالك والأهلي. بسبب الموعد الجديد لنهائي كأس مصر تأجيل مؤكد لمباراتي القطبين. تقترب لجنة المسابقات في رابطة الأندية من تأجيل مباراتي الزمالك والأهلي في الدوري عقب حسم موعد مباراة نهائي كأس مصر. المباراة التي سوف تكون ما بين الزمالك والأهلي وتم الإعلان عن إقامتها في المملكة العربية السعودية 8 مارس. بات من المؤكد تأجيل مباراتي الزمالك أمام الجونة والأهلي أمام البنك الأهلي في الجولة 15 من الدوري، والمحدد لها السبت 9 مارس. من المقرر أن يتم خلال الساعات القليلة القادمة تأجيل تلك المباراتين في ظل مشاركة الزمالك والأهلي في مباراة نهائي كأس مصر في السعودية 8 مارس. مدحت شلبي متحدثا عن اتحاد الكرة. الست عواطف. علق الإعلامي مدحت شلبي على قرار رابطة الأندية المصرية بالموافقة على طلب الأهلي تأجيل مباراته أمام طلائع الجيش. مباراة الأهلي وطلائع الجيش والتي كان مقرر لها 19 فبراير الجاري، كون الأهلي مرتبط بمباراتين في دوري أبطال إفريقيا، طلب الأهلي تأجيلها ووافقت رابطة الأندية. مدحت شلبي تحدث في تعليقه على الأمر قائلا: الست عواطف تتحكم في الكرة المصرية وده سبب التراجع اللي احنا فيه. أنا بتكلم هنا بغض النظر عن أهلي وزمالك، انت عمال تأجل ماتشات والموسم مش بينتهي في ميعاده، وبالتالي اللاعبين مش بتاخد راحة كافية، وكمان فرص خروجهم لدوريات كبيرة للاحتراف بسبب مواعيد القيد بقت صعبة جدا. اللي بيحصل ده نتيجة سياسات خاطئة، والست عواطف
موجودة عشان تراضي الكبار فقط. انت فتحت فتحة على نفسك، وادي النتيجة، تأجيل ورا تأجيل. الجديد وعلى عهدة مدحت شلبي ان النادي الاهلي سيطالب بتأجيل مباراته امام نادي بيراميدز، وطالما وافقت في مرة ستوافق على طول. اعلان كوميدي من رابطة الاندية. تحدثت رابطة الاندية المصرية عن اقتراب استئناف النشاط الكروي بعد فترة قرابة ال50 يوم، حيث مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية والخروج المبكر من دور ال16، والقرار بعدم استكمال المنافسة بسبب وجود لاعبين محترفين من أندية مصرية مع منتخبات بلاده. الناس الطيبين المحترمين وصفوا الدوري بتاعنا اللي هو فيه 3000 ماتش مؤجل و3000 حالة تحكيمية جدلية ومشاكل كبيرة جدا احنا مش عارفين نلمها، وقالوا ايه بقى؟ عودة أخطر دوري في العالم، دوري نايل يعود إليكم من جديد. هو أخطر دوري من ناحية ايه؟ أنا عرفت، أكيد قصدهم أخطر دوري على الصحة العامة. كنا في الفيديو اللي فات قلت لحضراتكم بعض التفاصيل عن مباراة الزمالك وليفلز واللي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح نادي الزمالك. الودية الثانية كانت أمام فريق الفيوم، وانتهت بفوز الزمالك برباعية نظيفة في تاني ودياته. سجل أهداف الزمالك أحمد سيد زيزو هاتريك ويوسف أوباما. الزمالك فاز برباعية في مباراة كان الأداء فيها جيد جدا جدا جدا، وأكتر ما هنتكلم عن الأهداف ومحرزيها هنتكلم عن عبد الله السعيد واللي صنع هدفين في رباعية الزمالك. الزمالك الحقيقة أدى مباراة جيدة بمستوى جيد بدني وفني وحالة تركيز كبيرة جدا من معظم اللاعبين. وكان تشكيل الزمالك في المباراة: محمد صبحي لحراسة المرمى، خط الدفاع حسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي، محمد عبد الشافي على الشمال، عمر جابر على اليمين، خط الوسط نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق شيكابالا، احمد مصطفى السيد زيزو، خلف مهاجم وحيد يوسف ابراهيم اوباما. بعد وديتي الاثنين اول قرار من جوميز. في اول قرار من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عقب وديات الزمالك يوم الاثنين والتي خاضها استعدادا لما هو قادم، حيث فاز الزمالك بثنائيه نظيفه على فريق ليفلز احرز اهدافهم ناصر ماهر وسيف الدين الجزيري، بينما فاز الزمالك على فريق الفيوم برباعيه سجلهم احمد سيد زيزو هاتريك ويوسف اوباما هدف. قرر البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحه من التدريبات يوم الثلاث تجنبا لحال اي حاله ارهاق للاعبين، على ان يستأنف الفريق تدريباته بصوره طبيعيه يوم الاربع استعدادا لمباراه الاسماعيلي القادم. الزمالك ومن خلال الوديات التي خاضها اشرك عدد كبير جدا من اللاعبين، حيث يرغب جوزيه جوميز في التعرف على امكانيات كل لاعب، وفي انتظار وديه ثالثه سيتم تحديد طرفها قريبا لياخذها الزمالك قبل انطلاق المنافسات الرسميه. اهداف جوميز من وديات الزمالك. أكد أحمد مجدي المدرب المساعد لفريق نادي الزمالك أن الهدف من المباراتين الوديتين التي خاضهما فريق كرة القدم في نادي الزمالك يوم الاثنين الوقوف على مستوى كل اللاعبين. وقال أحمد مجدي في تصريحاته: الفوز في المباراتين أمر مهم، ولكننا كنا ننظر إلى الوقوف على مستويات اللاعبين بشكل أكتر من النتيجة. جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك كان يهدف إلى مدى استجابة اللاعبين لأفكاره الفنية والتي يتم تنفيذها في التدريبات منذ توليه المسؤولية. الجهاز الفني بالكامل يعمل على تنفيذ مطالب جوميز من اجل الوصول لصوره فنيه متكامله. والله يا جماعه هي ده الطبيعي يعني في قصه المباريات الوديه. اي مدير فني جديد وطبعا جاي مزنوق وفي توقيتات صعبه جدا، الطبيعي ان هو يعمل مباريات وديه ومباريات وديه كتير. انا كنت اتمنى الحقيقه ان جوميز يكون موجود معانا قبل كده بكتير قوي، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله الراجل يقدر في الفتره الصغيره دي انه يلم الفريق ويوصل للتشكيل الامثل من وجهة نظره عشان ينفذ افكاره الفنية في ارض الملعب. جلسة جوميز وزيزو. حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك على عقد جلسة مع نجم الفريق احمد سيد زيزو الذي سجل هاتريك في مباراة الفريق امام الفيوم. وفي جلسة جوميز مع زيزو حرص على تقديم التهنئة للاعب على تسجيله 3 اهداف في مباراة الفريق الودية، واشاد بمستواه في المباراة مطالبا منه الاستمرار على نفس النهج في الفترة القادمة وتقديم مستوى أفضل دائما. مصير محمود علاء. باتت هناك أصوات قوية داخل إدارة نادي الزمالك بتطالب بتجديد تعاقد اللاعب محمود علاء مدافع الفريق فورا، في ظل الموقف الدفاعي الحالي للزمالك عقب رحيل محمد عبد الغني وإصابة محمود حمدي الونش. بات استمرار محمود علاء عنصر هام جدا حاليا لدعم دفاع الفريق بعد أن كان هناك تفكير في رحيله.
تبقى من العناصر الدفاعيه المتاحه للزمالك حاليا محمود علاء، حسام عبد المجيد، والفلسطيني ياسر حمد بجانب مصطفى الزناري. إذاعة مباراة قمة الشباب. أعلن الإعلامي مينا ماهر المذيع بقناة نادي الزمالك عن إذاعة مباراة قمة الشباب ما بين الزمالك والأهلي على شاشة قناة النادي. المباراة التي ستكون أمام الأهلي في قمة بطولة الجمهورية يوم الثلاث في قمة القطبين مواليد 2005. المباراة ستكون 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة عبر شاشة قناة الزمالك وفقا لما ذكره مينا ماهر عبر حسابه على الفيسبوك، حيث كتب: مباراة الزمالك أمام الأهلي مواليد 2005 مذاعة عبر قناة الزمالك الساعة 2:30 عصرا. في النهاية بتوجه بكل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة والاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كرة كل يوم مع مؤمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.